السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم؟ وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وفي أتم الصحة والعافية وانتم تشاهدوا في الفيديو نتاع اليوم. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة اللي نتمنى أنها تنال إعجابكم. وصفة اليوم إن شاء الله هي سينابون رولز ولا سينامون رولز، كل واحد وش يسميها. جبت لكم الوصفة الأصلية، يعني جربيها وانتي مغمضة عينيك. السينامون رولز هي من عائلة تاع البريوش، هي من المخبوزات. يعني تقدري ديريها في فطور الصباح، كما تقدري ديريها في قهوة العشية، كما تقدري ثاني ديريها في السحور نتاع رمضان. رايحة تعجب ولادك ورايحين يفرحوا بها. وكاين حتى اللي يديروها مشاريع خاصة، يعني تبيعيها سيغ كوموند مع لومبالاج، عندها لومبالاج سبيسيال وعندها تقديمات سبيسيال. وفيها ثاني العديد من الأذواق، يعني حسب ذوق الزبون تخدميله. صدقوني تجي بزاف بنينة، ما تشبعوش منها، خاصة لمحبين القرفة. هي يعني لوغو الرئيسي نتاعها هو القرفة. وذوك نروحو باش نشوفوا الوصفة مع بعض. نحتاج في الوصفة نتاع السينامون رولز 80 غرام نتاع زبدة، ما يعادل أقل شوية من النص تاع الكاس، و100 غرام نتاع سكر، ما يعادل نص كاس تاع سكر حرش عادي، و250 غرام حليب يكون دافي، ضروري الحليب يكون دافي، وزوج حبات بيض، وملعقة كبيرة نتاع خميرة، ورشة ملح. بالنسبة للملح يعني حسب الرغبة، تملحوها كومبات عادي، راح تملحوها، ما هيش رشة، يعني أكثر من الرشة، باسكو أنا جاني شوية مسوس. بالنسبة للحليب كما شفتوا 250 غرام، ما يعادل كاس نتاع حليب. وبالنسبة للفرينة نحتاجو 500 غرام في البداية و100 غرام في النهاية. دوك نوريلكم كيفاش. ولا نقول لكم تقدروا كاع ما تحسبوش للفرينة، راح انا نوري لكم القوام النهائي نتاع لاباط كيفاش يكون، يعني بلا ما تحسبوا. انا برك عطيتها لكم بمقادير مضبوطه، بصح نتوما دوك تشوفوا في النهايه القوام نتاع لاباط كيفاش يجي، راح تعرفوا الكونتيتي تاع الفرينه بلا ما تحسبوا. في البداية كما شفتوا درت الزبدة مع السكر في البيتخا، خليتهم يدوروا حتى وين تذوب هذيك الزبدة وتنسجم مع السكر. نزيد لهم الملح، ومن بعد نزيد البيض كما راكم تشوفوا، ونزيد نخلطهم مع بعضهم. بالنسبة اللي ما عندهاش البيتخا عادي تقدري تخدميها بايدك، انا برك حبيت نسهل على روحي، يعني ما كانش فرق بين انك تخدميها بالبيتخا ولا بايدك. نخلط البيض مع السكر والزبدة حتى يتجانسوا المكونات، ومن بعد نضيف عليهم الفرينة والخميرة ونخلط، ومن بعد نبقى نزيد وهي تدور البيتخا نبقى نضيف في الحليب. هنا اللي ما عندهاش الميزان باش تحسب الكونتيتي نتاع الفرينة، اللي رايحة تعتمد يعني الطريقة اللي قلت لكم عليها نتاع تبقوا تضيفوا في الفرينة حتى تلحقوا لهذاك القوام اللي قلت لكم عليه. نتوما تضيفوا الحليب هو الاول. اللي ما عندهاش قلت لكم الميزان باش تقيس كونتيجي تاع الفرينة، تضيف الحليب هو الاول، ومن بعد تبقى تضيف في الفرينة بالتدريج حتى تلحق لهذاك القوام النهائي. نورمالمون تكونوا فهمتوني انا، باسكو على بالي باللي لاباط ماهيش راح تديلي اكثر من 600 غرام، عليها درت الفرينة هي الاولى. كما راكم تشوفوا نخلي لاباط تعجن. هنا انا كنت نعجن بالكا، بصح هذا خطأ. في الاول بركي كانت الزبده والسكر نخلطوهم بالكا، بصح كي تضيفي الفرينه تنحي الكا وتعجني بالكروشي. هذيك ملاحظه فقط، العجين دائما في العجانه تعجني بالكروشي، اما لي سابلي واللي يكون صوالح اللي فيهم الزبده تخلطيهم بالكا. هنا غيرت قلت لكم الكا بالكروشي، ومن بعد نواصل العجن عادي. هنا كما راكم تشوفوا العجينه يعني شوفوا كيف راح تلتصق. هنا قلت لكم درت 500 غرام فرينه، ومن بعد نعجنها باسكو العجين دي فوا كي تبقاي تعجني فيه يشرب ويحكم روحه. هنا بعد ما نعجنها نشوف الا مازلت مخصوصه فرينه ولا لا. شوفوا هنا ديجا كيفاه تغير القوام نتاعها. هنا نحيها من
من البيترا، يعني نحى الطاس ونحى الكروشي. في هذه المرحلة يعني ماهوش هذا هو القوام النهائي. هنا نجيب 100 غرام اللي قلت لكم عليها الباقيه من الفرينه، ونبقى نزيد بشويه ونعجن حتى وين نلحق للقوام المطلوب. دوك تشوفوا معايا كيفاه. هنا قلت لكم جبت كونتيتي تاع فرينه، ونبقى نزيد بشويه ونعجن حتى وين نكمل. مش بالضروره تكملوا 100 غرام كامله تاع الفرينه، يعني تدوش حتى شتو برك حتى وين قلت لكم تلحقوا للقوام النهائي. هنا بالنسبه اللي قلت لكم ديروا الحليب هو الاول. هنا في البدايه راكم ديجا بديتوا تضيفوا في الفرينه وتعجنوا، ضيفوا في الفرينه وتعجنوا حتى تلحقوا لهذه المرحله اللي راني فيها درك. دوكا نوري لكم كيفاش تعرفوا باللي صاي العجينه تاعكم ماهيش محتاجه فرينه. هنا شوفوا اليد اللي راني نعجن بها مازلت تلتصق فيها العجين، بصح الايد نظيفه ما تلصقش فيها. هكذا تعرفوا باللي العجينه تاعكم صايراها يعني صلحت لكم وراها لحقت للقوام المطلوب. نورمالمون تكونوا فهمتوني في كلتا الحالتين، بالنسبه اللي يديروا 500 غرام فرينه وبالنسبه اللي ما يحسبوش بالغرام. في كلتا الحالتين وين تلحقوا انكم اليد اللي تعجنوا بها تكون تلصق فيها العجين، واليد نظيفه ما تلصقش فيها، يعني كتمسوها ما يلصقش فيها العجين. ثم وين تغطوها وتخلوها تخمر مده ساعه كامله، يعني وين يتضاعف حجمها مده ساعه ولا اكثر ولا اقل على حسب الحراره تاع المطبخ نتاعكم. وين تشوفوا الحجم نتاعها تضاعف ثم تقدروا تخدموا بها. هنا خليتها تخمر وجيت باش نحضر معكم الحشو. عندي كميه نتاع سكر، يعني هنا الكونتيتي تاع الحشو ماهيش بالميزان ولا ماهيش مضبوطه، نتيو على حسب الكونتيتي تاع العجين نتاعك. هنا عندي تقريبا نص كاس نتاع سكر، معاه ملعقه كبيره نتاع قرفه بومبي، ومعاه نص ملعقه كبيره نتاع كاكاو. هنا الكاكاو اختياري ماهوش ضروري، وكونتيتي نتاع زبده. نخلط المكونات الجافه مع بعضهم ونخليهم اكوتي، ونجيب العجينه نتاعي بعد ما تضاعف حجمها. ندير في يدي كميه نتاع زيت هنا باش ما تلتصقليش في يدي العجينه وانا نخدم بها. نحيها من الريسيبيون ونحطها على سطح العمل، نعجنها شويه كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نحلها بالحلال. هنا قبل ما نحلها ندير فوق سطح العمل نتاعي شويه زيت باش ما تلتصقليش، ويديا ثاني نمسحهم بالزيت. مام الحلال تمسحوه بقليل من الزيت باش ما يلصق لكمش في العجينه نتاعكم، باسكو ديجا العجينه هذه خفيفه تولي تلتصق في اليدين تكونوا تخدموا بها. نحلها قبل بيديا بهذا الشكل باش تجيني سهله بالحلال، وتتحلي على الشكل اللي راني حباته. كما قلت لكم تدهنوا الحلال نتاعكم بالقليل من الزيت، ومن بعد تحلوا العجينه نتاعكم على سمك 1 سنتيمتر وتحلوها على شكل مستطيل. هنا كل ما تشوفوا باللي الزيت ناقص تحت العجين راح تحسوا به بدا يلتصق، ضيفوا شويه هكذا باش تضمنوا باللي ما يلصق لكمش. قلت لكم تحلوا العجينه نتاعكم على شكل مستطيل وعلى سمك 1 سنتيمتر بهذا الشكل. هنا بعد ما حليت العجينه نتاعي كامل كما راكم تشوفوا، نجي باش ندير الحشو. جبت هذيك الكونتيتي تاع الزبده كما قلت لكم ماهيش يعني كميه مضبوطه، ديروا وخلاص. ليسونسيال تغطوا السطح نتاعكم تاع العجين كامل بالزبده، ومن بعد تبداو تدهنوا فيها براحه اليد. الحراره تاع يديكم هي اللي راح تخلي الزبده نتاعكم تذوب على سطح العجين. وحاولوا توصلوا الزبده لكامل اطراف العجين،
ما تنساو ولا طرف انكم ما توصلولوش ولا تقولوا باللي راح يترولى باش يلصق، لا وصلوا كامل الاطراف راح تلصق لكم عادي. وفي الطياب هما كل حبات كي يلصقوا في بعضهم ما همش راح يخلوا يعني ما هي حبه ما راح تخلي حبه تتفتح، يعني كي تجي تتفتح راح تلصق في خوتها. يعني وصلوا الزبده لكامل الاطراف، ما تخافوش كاع انها تتفتح لكم في البلا. هنا نجيب هذاك المكونات الجافة تاع القرفة والسكر والكاكاو. هنا كاين اللي يديروا يعني الوصفة الأصلية يديروا السكر البني أو السكر الأحمر، بصح أنا ما كانش عندي، درت السكر الأبيض عادي مع القرفة قلت لكم والكاكاو. ترشوا كامل سطح العجين نتاعكم بهذاك المكونات الجافة حتى وين تكملوا الكونتيتي كامل اللي عندكم. ومن بعد تضغطوا عليها باليد كيما راكم تشوفوا هكذا باش تثبتوها على العجين، ومن بعد تبداو ترولوا في العجينه نتاعكم، راح ترولها لكم بكل سهوله. هنا برك حاولوا انكم ما تخلوش الهواء يدخل بين العجين هكذا باش تجيكم الحبه بيان فيني بعد الطياب. ومن بعد هنا نقص الحربوش نتاعي على زوج. هنا قصيته عادي بهذيك الآلة يعني كيما الموس، بصح هنا ما تجيكمش فيني كيما الخيط. الخيط هو اللي راح يخلي لكم السينامون نتاعكم بيان فيني. هنا قصيت الحربوش على زوج، ومن بعد كل وحده نقصها على زوج، ومن بعد كل وحده نقصها على ثلاثة، رايحه تجيني 12 حبه. دوك تشوفوا معايا. وهنا شوفوا الفرق بين القصه نتاع الموس والقصه نتاع الخيط. من بعد هذا المورسو نقصه على ثلاثة. هذا الكونتيتي تاع العجين راح تخرج لكم 12 حبه. هنا 12 حبه بصح شغل درتها مروليه ياسر. كاين اللي يكونوا يعني دايرينها كمشروع ما همش راح يديروها بهذا الحجم، راح يديروها اقل شويه هكذا تقطع لكم اكثر من هذا الكونتيتي. بصح هو احسن شكل للسينامون كيكون بهذا الحجم، راح يجي هايل. هنا بعد ما قطعت كامل الحربوش نجيب البلا اللي راح نطيب فيه وندهنه بالزبده. هنا دهنتو بالزبده مش لخاطركش راح يلصقوا، لا شتو هذيك الحشو نتاعكم اللي بالسكر والقرفه هذيك رايحه يعني الجهه السفليه كي طيب رايحه تتكرمل مع الزبده، راح تعطيكم بنه بزاف هايله. خاصه الجزء السفلي هو احسن جزء في السينامون نتاعنا، رايح يجي بنين مع هذيك التكرميله نتاع السكر والزبده. ندهن قلت لكم البلان تاعي بالزبده ونستف فيه السينامون نتاعي. هنا تستفوه وتخلوا مسافه بين الحبات نتاعكم. هنا شفتهم برك بلي راح يتفتحوا، بديت نغلق فيهم بصح هما ما يتفتحوش خاصه كي يخمروا وبعد يطيبوا شغل يعني الحواف نتاع البلا والحبه اللي تكون مسمي خوتها، يعني ما تخليش خوتها تتحل. نورمالمون تكونوا فهمتوني. هنا هذا البلا درت فيه المره الاولى 5 ومن بعد قلت لا نخلي بيناتهم لي تاع باش يتنفخوا براحتهم، درت فيه 4 برك وزدت درت بلا واحد اخر. دوك تشوفوا معايا. هنا قلت لكم تخلوا فراغ بيناتهم قيس ما يخمروا وزيد قيس ما يطيبوا. وهنا ستفتهم في زوج بلاوات كما قلت لكم ونخليهم يخمروا مدة 20 دقيقة ولا ربع ساعة. شوفوا هنا كيف يتضاعف حجمهم. هنا راهم بعد ما خمروا شوفوا كيف تحسوهم باللي ضاعف الحجم نتاعهم. هنا تقدروا تدخلوهم يطيبوا على الفور ديجا تكونوا سخنتوه من قبل، لازم يكون سخون الفور نتاعكم. طيبوهم حتى وين تشوفوهم حماروا من الفوق، هما يحمروا وحدهم من الفوق بلا ما تشعلولهم، خلوهم برك يطيبوا في قرضهم. نخليهم يطيبون نجو باش نحضروا الصوص اللي نديروها من الفوق. نحتاجو فيها نص كاس نتاع سكر، نص كاس نتاع حليب بودر، ومعاه من اقل من نص شويه هنا باش تجيكم برك لاصوص نتاعكم ثقيله.
سينا تقدروا ديروا ثاني نص كاس نتاع ماء يكون حامي، يكون سخون، يعني تغلوه وتديروه. تميكسوا كامل هذه المكونات مع بعضهم بالميكسور، تخلوهم يبردوا شويه، يعني باسكو الحليب يكون قصدي الماء يكون سخون ياسر. هنا تخلوهم يبردوا، تخلوا هذوك المكونات يبردوا شويه، ومن بعد تزيدوا لهم نصف ملعقه كبيره نتاع زبده وثلاث حبات نتاع فرماج مثلثات كيما راكم تشوفوا، ونعاودوا نميكسوهم كامل مع بعضها. هنا نسيت ملعقه نتاع فاني ثاني، نزيدوها ونميكسو كامل المكونات هذو مع بعضهم، ونزيدو نخلوها تبرد. خلوها تبرد تماما هكذا باش ومن بعد باش نغطوا بها السينامون نتاعنا. وهنا هذا هو السينامون تاعي بعد ما طاب. شوفوا كيفاه جا احمر من الفوق بلا ما شعلت عليه من الفوق، كنت مشعل عليه من تحت برك، طاب وزاد احمر من الفوق. هنا نجيب الصوص نتاعي اللي كنت خدمتها ونغطي بها السينامون نتاعي. شوفوا كيفاه خليتها تبرد، شوفوا كيفاه القوام نتاعها جا ثقيل، اللون تاعها هايل ما شاء الله، بنينه بنينه. نغطوا قلت لكم السينامون تاعي بهذا الشكل. تحبوا تكثروا لا تحبوا ديروا مجرد يعني خيوط من الفوق، كل واحده والذوق نتاعها. انا عجبتني كي تكون مغطيه كامل تجي احسن. قلت لكم تغطوهم من الفوق، ومن بعد هنا تجي مرحله نتاع لوغو، يعني كل وحده واش دير اللوغو. هنا تحبوا ديروا شوكولا نوتيلا، تحبوا ديروا زبده اللوتيس، تحبوا ديروا كراميل. انا هنا درت كراميل. كل وحده واش تحب تدير في هذه المرحله. اسونسيال انا عطيتكم القاعده تاع السينامون والذوق يبقى لكم. هنا جبت كراميل كنت خدمتها، نتوما تحبوا تخدموها في الدار، تحبوا ديروا مشريه. ندير خطوط بالكراميل ونزين بالجوز. دوك تشوفوا معايا الشكل النهائي. نجيب حبات جوز وحبات بيستاش ونزين بهم من فوق. وهنا يكون السينامون تاعي واجد. بالنسبة للسينامون يتكل سخون، يعني يطيب يتكل. ما يتكل برد، بصح الاصل نتاعو انه يتكل سخون. وهنا هذا هو السينامون تاعي. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله، يعني طراوه وخفه وبنه ولا اروع. يجي طري من الداخل وخفيف قطن، ومن برا يجي مقرمش. جربوا هذه الوصفه وما كنتش راح تندموا، راح تعجبكم. واكيد اكيد اللي جرب هذه الوصفه وتعجبها ترجع للفيديو وتخلي لي رايها في التعليقات. وهنا رايحه نقسم معكم حبه. شوفوا هنا العفسه اللي قلت لكم عليها من تحت نتاع تتكرمل هذاك السكر نتاع الحشو مع الزبده. شوفوا كيفاه تجي مقرمشه من تحت، يعني البنه قاع في السينامون هي هذيك العفسه المكرمله التحتانيه. دوك كي تجربوها راح تعرفوا واش راني نحكي لكم. هنا قلت لكم نقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاه جات من الداخل. شوفوا كيفاه راها قطنيه من الداخل ومن برا مقرمشه، بنتها رائعة، راح تتفاجئوا بالذوق نتاعها. سينامون رولز من ألذ المخبوزات اللي ذقتهم في حياتي، يعني ولا أروع. ننصحكم تجربوها قلت لكم وترجعوا وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوليش بالدعم نتاعكم، لي جيم وكومنتير، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد. وهنا نقولكم تهلاو لي في رواحكم، وإلى الملتقى في فيديو قادم إن شاء الله.